النهاردة هعلمكم طريقة الأكل بالتجاوز. الأول التجاوز ده ينفع يحصل على العساكر بس. خش في الموضوع على طول. هي حالة واحدة لما العسكري يكون جنب العسكري في النص. أشرح لك عشان طبعا مش هتفهم قصدي. عندك لو طلعنا العسكري ده خطوتين والعسكري ده هنطلع خطوة، ده نطلعه كمان خطوة، لازم أن يكون في النص بتاعه اهو. قوم العسكري ده طلع خطوتين، ده انت بقى كده في الحالة دي ينفع تاكله بالتجاوز. تقوم اهو كده، ده كده اسمه الاكل بالتجاوز. ايه اللي حصل بقى؟ نرجع كده. اكل بالتجاوز ده عبارة عن بيكون عسكري في النص بتاعك، لسه داخل اول النص بتاعك، لازم أن يكون في الصف ده هنا كده. يقوم الاسود لاعب العسكري ده او ده اللي هو يكون جنب العسكري ده خطوتين، لازم أن يكون خطوتين. ركز معايا، لو لعبوا خطوتين هنا ينفع العسكري ده ياكله بالتجاوز اهو. ينفع مثلا لو لعب ده خطوتين ينفع برضو ياكله بالتجاوز. امتى بقى ما ينفعش تاكله بالتجاوز؟ لما انت تلعبه خطوتين وتسيبه، لازما في اللعب في تاكله في نفس اللعب. يعني انت لو لعبت حاجة تانية بالابيض اهو تمام، والاسود مثلا نقل نقلة تانية ولسه الموضوع ده موجود، لا خلاص ما ينفعش تاكله بالتجاوز، خلاص الاكلة راحت اهو. انا بتك اهو، ما بيجيش. فلازما التجاوز ده بيتاكل من اول حركة. اول لما العسكري يعني لو مثلا حرك الابيض ده كده اهو، اول حركتين للعسكري ده تتلعب بقى الابيض بقى اللي عليه الدور، ينفع الابيض ياكل الاسود بالتجاوز تمام، عشان دي اول لعبة. انما هنا ما كانش نافع ياكله بالتجاوز حتى ما ايه، خلاص بطلت. وطبعا لازم أن يكون العسكري متحرك حركتين. بس كده. تعالى نجربها في الابيض. نطلع مثلا العسكري الاسود ده اهو، نطلعه كمان في النص بتاع الابيض اهو. نلعب بقى الابيض خطوتين كده ينفع تاكل بالتجاوز، عشان اتحقق الشروط ان هو العسكري الابيض طلع خطوتين في النص بتاعه والاسود في اول النص بتاعه، ولسه في اول لعبة، لسه اللعبة طازة يعني. فالاسود قام واكله بالتجاوز، ده كده الحلقة نافعة. انما زي ما قلت لك لو احنا لعبنا مثلا اللعبة دي ولعبنا بالابيض كده وجينا ناكل ده كده، لا ما ينفعش. فخلاص كده الاكل بالتجاوز بطل، ما عادش فيه ينفع يعني. بس ده كان كل حاجة عن الاكل بالتجاوز. السلام عليكم.